في محاولة يائسة باش تغطي على الفشل ديالها السياسي والعسكري في ملف الصحراء ووسط تراجع الدعم ليها في العالم، خرج زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بخطاب كيحاول فيه يصب الزيت في النار ويدفع التوتر داخل الأراضي المغربية. في خطابه في اجتماع الجبهة بدا كيشيد بما سماه نضالات جماهير انتفاضة الاستقلال في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب وحتى المواقع الجامعية. وهنا الخطورة، المراقبين كيقولوا باللي البوليساريو ما بقاتش كتكتفي بالنزاع اللي كيتكلم عليه مجلس الأمن، ولكن ولات كتسعى توسع التوتر حتى المناطق مغربية خارج النزاع، وكتحاول تخلق البلبلة في الجامعات المغربية عبر التسلل والتحريض وسط الطلبة. الهدف واضح، تخريب الاستقرار وبث أفكار انفصالية كيرفضها التاريخ والجغرافيا، وكل هذا بتنسيق مع النظام الجزائري اللي باقي كيدعمهم وكيخدم أجندتهم ضد المغرب. وهذا الشيء كيبين حتى في كلام محمد الغيث العينين نائب رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية، اللي قال باللي البوليساريو كتحاول توسع خطابها العدائي حتى المناطق ما عندها حتى علاقة بالمجال اللي كيدعوا أنهم كيمثلوه. الخلاصة، البوليساريو ما عندها لا مشروع لا شرعية، وكتستعمل أي وسيلة باش تخلق الفوضى، ولكن المغاربة واعيين والمغرب ثابت في مواقفه.